ده هو تاكو، شاب عشريني بائس شغال موظف في احدى الشركات، وحياته مملة وروتينية جدا، فبيقرر يشتري بنت روبوت عشان تونسه وتطبخ له وكده يعني. بس الموضوع بيوسع منه وبيتطور بينهم لحاجة اكبر بكتير. كمل الفيديو معايا للاخر صديق الصدوق عشان تعرف ايه الحكاية، ويلا نبدأ. بيبدأ الانمي مع تاكو وهو قاعد بيشتغل في الشركة الوقت متأخر، ولما بيخلص بيركب القطر كالعادة وبيرجع البيت وبيلاقي البنت الروبوت مينا واقفة تطبخ. فبيقول لها عاملة ايه النهاردة على العشاء؟ فبتقول له رز بالعجة عشان دي الاكله المفضله عندك. فبيتكسف الواد كده وبيقول في نفسه دي مهتمه بيا وفاكره كمان، وبيقرر يعمل حاجه غير متوقعه. فبيقول لها انا بحبك جدا يا مينا، ممكن تتجوزيني؟ ده الواد اللهبل ده صديق الصدوق، ده الجفاف العاطفي عنده ايه خرم السقف. بس الصادم والمضحك في نفس الوقت ان مينا اللي هي المفروض روبوت بلا مشاعر بتبص له وهي مصدومه كده وبتقول له الاكل جهز. لا مكسوفه البت. واول ما بيشوف الاكل بيلاقيها كاتبه على عجه بالكاتشب انا بحبك يا تاكو. حتى الروبوتات طلع عندها جفاف عاطفي كمان يا جدعان. وطبعا تاكو اول ما بيشوف المنظر ده بياخد الصدمه بقى، وبيروح يبحث في كتالوج الاستخدام بتاعها عن الحوار ده، بس مش بيلاقي اي حاجه عنه. فبيقول يمكن ده جليتش ولا حاجه. وتاني يوم لما بتروح مينا تحضر له الغدا بيتحرج وبيقرر يروح يساعدها، بس بترفض وبتقول له انت ما بتعرفش تطبخ يا عم. فبيقول لها عيب عليك يا بنتي، ده انا اصحابي مسميني الشيف تاكو. وبيعمل عجه البيض بس ما شاء الله بيوقع القشر في الخلاط وبيحرقها من تحت كمان. فبتمسكه مينا من دراعه جامد كده وبتقول له بوظت الاكل يا ابن اللذينه. فبيقول لها انا اسف يا ست الكل وبياخد بعضه وبيمشي من سكات. وبعد كده بيقول في نفسه انا دخلت علاقه قبل كده بس فشلت، عشان كده مش حابب ارتبط خالص، بس ممكن مينا تبقى. وبيروح لمينا وهو مكسوف ووشه محمر كده زي الطماطمايه وبيقول لها ايه نوعك المفضل من الرجاله؟ فبتقول له ماليش. فبيقول لها امال الرز بالعجه امبارح ده كان ايه؟ فبتقول له ماله. فبيقول لها عجبني جدا ممكن تعمليه تاني؟ فبتقول له حاضر. وبيقول لنفسه دي مش فاهمه التلميحات، هي ما كانتش تقصد اللي كتبته ولا ايه؟ وبالليل مش بيعرف ينام من كتر التفكير فيها على الحان اغنيه انت تقول وتمشي ونسهر ما نمشي. وفجاه بيلاقيها جت عنده وبتقول له انت نوعك المفضل ايه؟ فبيتكسف الولا وبيفكر انها اخيرا طلع عندها مشاعر. وبيقول لها انت اكتر حد انا بحبه في الدنيا يا ابو حديده. فبتقوم رازعه البت هيد شوت وبتقول له تمام يعني عليك يا ابني، ده انت ما لحقتش تتهنى بالهبل اللي انت بتعمله ده. هو طبعا الفنان بيرقع بالصوت بعد الكسفه اللي هو خدها دي، بس بعد كده بيحلم حلم مسخره حرفيا. بيلاقي مينا جايه وبتقول له طب خليك اكتر حاجه بتحبها. راس مينا مشويه بالرده. فبيرقع بالصوت تاني وبيقوم من النوم مفزوع وبيقول انا ما كنتش اقصد كده الله يخرب بيتك. بس بعد كده بتيجي مينا وبتقول له طب خلك وليمه سمك مشوي بالرده. فبيقول الحمد لله قضى اخف من قضى يا شيخه. هو بيقول لها انا بحبك بس مش عايز اكلك اوعي تفهميني غلط. فبتقول له تمام فهمتك. وبالليل بيقعد يشرب ويتنيل وبيقول لنفسه بتعترف لروبوت بمشاعرك يالا؟ انت اتجننت على الاخر شكلك. بس اول ما بيبص لمينا بيحس بلسعه حب كده هبله. فبيقول مش قادر يا جدعان مش قادر، يا رب مينا تكون بتحبني زي ما انا بحبها. الله يخرب بيتك يا جدع. هو بيشرب كتير جدا. فبتقول له مينا كفايه كده عشان صحتك، اشرب كوز الميه ده عشان تفوق كده. فبيقول لها هشرب كل ده مستحيل. فبتقول له لا هتشرب يا روح خالتك غصب عنك. وبتقوم مشرباك كوز بحاله عافيه لحد ما بيقبل. لا واضح ان الفنان مسيطر جدا يعني صديق الصدوق. هو بيسالها وهو مكسوف انا ايه بالنسبه لك؟ فبتصدمه وبتصدمنا كلنا لما بتقول له مراتك. فبيقول لها نعم يا اختي، ده اللي هو ازاي يعني؟ فبتقول له انت مش سالتني قبل كده ممكن اتجوزك؟ انا بقى وافقت بس لو مش عاجبك خلاص هسحب كلامي يعني. فبيقول لها لا خلاص انا اسف، ده انا ما صدقت يا شيخه. وبيقول في نفسه انا فرحان جدا اننا بقينا متجوزين، دي هتبقى خراب. وبتساله هي بقى ايه مهام الزوجه؟ فبيقول لها نقضي وقت حلو مع بعض وندلع كده. هو بالليل لما بينام بيقول لها تعالي نامي معايا في السرير. فبتقول له ليه؟ الشخص بيحتاج مساحه عشان ينام مرتاح. فبيقول لها المتجوزين بيناموا جنب بعض ماليش فيه. فبتروح تنام جنبه في السرير فعلا. فبيتوتر وبيقول هو مكسوف. يا لهوي يا جدعان في بنت نايمه جنبي في السرير مره واحده. الفنان مكسوف من حته حديده جنبه انها المخدرات يا ساده. وتاني يوم بيجي الواد اللهبل ده وبيقول لمينا تحب نخرج في نزهه؟ فبتقول له هنروح فين؟ فبيقول لها ممكن نتمشى ونروح لحديقه مثلا. فبتقول له اقرب حديقه لينا هي حديقه اساهي ودي بتبعد عن هنا 20 دقيقه مشي وانا اخر 30 دقيقه مشي. فبيحبط جدا وبيقول لها كده هتفصلي مني واحنا راجعين. فبتقول له بس انا عندي بطاريات شغاله بالطاقه الشمسيه يعني طول ما احنا الصبح هفضل شغال عادي. بس على حظهم الفقر بتكون الدنيا بتمطر ومفيش شمس خالص. فبيتفقوا ياجلوا الخروجه لبكره الصبح. وتاني يوم بيخرجوا فعلا وبيشيل تاكو الشنطه على ظهره. فبتقول له مينا هات اشيل عنك. فبيقول لها لا سيبيني اشيلها انا الراجل. فبتقول له على فكره بقى مفيش فرق بين الراجل والست. فبيقول لها لا مش طالبه جو رضوى الشربينه ده خالص، خلي اليوم يعدي على خير الله لا يسيئك. وبيكون
فبيكونوا الاتنين واقفين فبيشوفوا بنتين مينا وبيتصدموا جدا وبيقولوا دي روبوت منزليه بتطبخ وبتنظف، بتعمل ايه بره بقى؟ واول ما بيسمعهم تاكو بيتحرك كده بس بيقرر يتجاهلهم وبيقول لي مينا وهو مكسوف ممكن نمسك ايدين بعض، فبتقول له اكيد وبيروحوا الحديقه وبتقول له مينا انا هطبخ لك اكله طرش الطرش دلوقتي وبتطلع المكونات والبوتاجاز عشان تبدا تشتغل بقى، بس بيقول لها تاكو مكتوب هنا ممنوع استخدام اللهب، فبتزعل مينا وبتحبط وبتقول انا فشلت، فبيقول لها لا مفيش فشل، خلينا نعمل سندوتشات كده في السريع وخلاص، وفعلا بيعملوا السندوتشات وبياكل تاكو وبيتبسط وبيزقطط وبتطلع مينا ازازه عصير متلجه من مكان كده في بطنها، فبيتصدم تاكو وبيقول لها ده ايه ده؟ فبتقول له دي غرفه حراره في بطني ممكن تبقى زي الفريزر او الميكروويف، فبيقول تاكو بس جات لي فكره وبيحط بيضه في كوبايه ميه وبيقول لها يلا اسلقي لي دي، الله على افكارك يا فخر العرب، وبالفعل بتاخد منها البيضه تحطها جوه بطنها وبتشغل وضع الميكروويف وبتفك شعرها كده، فبيتصدم تاكو من جمالها وبيقول لها فكيت شعرك ليه؟ فبتقول له عشان الطاقه الشمسيه توصل بشكل اكبر لجسمي، وبيكون تاكو منبهر من شكلها وهي فارده شعرها كده وبيطلع موبايله وبيصورها وبتطلع البيضه فبياكلها تاكو وبيقول يا سلام البيض المسلوق في بطن الزوجه ده ايه طعمه غير برضه، انت بتقول ايه يا فنان؟ وبتساله مينا انت سعيد انك عايش معايا؟ فبيبتسم وبيقول لها جدا، وفجاه الدنيا بتمطر فبيترعب تاكو وبيعتقد ان مينا هتتحرق كده، فبيروح جري عليها وبيلاقيها واقعه على الارض ولسه بقى هيعيش الدور ويحزن وكده، بس فجاه بيلاقيها صحيت وبتتكلم عادي، فبيقول لها ايه ده انت ما اتحرقتيش من الميه؟ فبتقول له لا انا مقاومه للماء يا ابني اصلا، صباح الفل ضاع المحتوى يا فنان مالكش نصيب تحزن وتعمل دراما، فبيقول لها امال ليه مفيصه كده؟ فبتقول له الشمس راحت فدلوقتي شحن بطاريتي 15% بس، فبيشيلها وبياخدها الكوخ كده وبيقعدوا فيه لحد ما الجو يهدى، وبيقول في نفسه دي تقيله قوي الرجل اتدشملت، فبتقول له مينا امشي انت وسيبني هنا، فبيتصدم وبيقول لها ليه؟ فبتقول له الشمس هتغرب كمان شويه ومش هعرف امشي وانا هبقى حمل تقيل جدا عليك، فسيبني هنا وبكره الصبح لما الشمس تيجي هتشحن وهرجع البيت، فبيقول لها خلاص هنام جنبك هنا عشان ما تبقيش لوحدك، فبتقول له لا النوم بره خطر ارجع بيتك ارتاح عشان صحتك، فبيتاثر جدا وبيقول لها تمام لما تفصلي خالص هسيبك وارجع البيت، بس تاني يوم الصبح لما بتفوق مينا بتلاقيه نايم جنبها برضه، فبتقول في نفسها يا ابن الكدابه الرومانسيه مش جايه معاها سكه تقريبا صديقي الصدوق، واول ما بيرجعوا البيت بتساله عن رايه في الاكل فبيقول لها عظمه العظمه والله، فبتقول له بجد يعني؟ فبيقول لها اه والله، وبتساله انت مبسوط اني موجوده في حياتك؟ فبيقول لها طبعا، فبتقول له بجد يعني؟ فبيقول لها اه والله، انت مالك فاتحه تحقيق النهارده كده ليه؟ فبتقول له بتاكد انك مش بتكذب، فبيتصدم وبيقول لها انت اعتقدت كده عشان حوار النوم امبارح صح؟ انا اسف جدا بس ما قدرتش اسيبك برضه، وبعد كده بتقول له مينا امبارح كنت عارفه ان طاقتي هتخلص وانا بسخن البيضه وكنت عايز اوقف عشان ما بقاش حمل عليك، بس لسبب ما حبيت اكمل عشانك، تقريبا ده جليتش حصل في برمجتي ولازم اكلم الدعم الفني، فبيقول لها تاكو لا اوعي تعملي كده انا حبيت الحركه دي ويا رب الجليتش ده يفضل موجود، فبتقول له خلاص اللي انت تحبه بقى، وفي الشركه بيشوف المدير اللانش بوكس بتاع تاكو مليان اكل، فبيقول له انت لقيت كتكوت ياض ولا ايه؟ فبيقول له تاكو لا دي روبوت منزليه كده بتطبخ لي، فبيقول له المدير لا والله فنانه وشكلها مهتمه بيك جدا، وبيلاحظ تاكو المدير لابس خاتم فبيساله عنه، فبيقول له المدير ده خاتم الجواز بتاعي اللي اختارته لي مراتي، فبيقرر تاكو يشتري خاتم هو كمان لمينا، وبالفعل اول ما بيرجع بيقدمه ليها وبيقول لها ده خاتم جوازنا، وبيمسك ايدها وبيلبسه لها في صباعها، بس فجاه بيقول الذكاء الصناعي جواها في اداه غريبه هتعيق الطبخ فلازم تتخلع فورا، فبيقرر تاكو يربطه في حبل ويلبسه لها زي السلسله كده، وبتكون مينا على غير المتوقع معجبه بالخاتم جدا وعماله تبص فيه، وبعد كده بنشوف موبايل تاكو بيرن، فبتروح مينا ترد على المتصل وبتكون اكاري اخت تاكو، فبتقول لها سيدي تاكو مش موجود دلوقتي، فبتتصدم اكاري وبتقول لها سيدي انت مين يا وليه؟ فبتقول لها مينا مفيش حاجه قانونيه بينا بس انا مراته، فبتاخد اكاري الصدمه وبتفقد النطق حرفيا وبتقوم راقعه عصويطه بتهز البيت كله، فبيستغربوها امها وابوها، وبتقول مينا انا قلت ارد على موبايل جوزي بما انه مش موجود، فبتقول لها اكاري ايوه فاهمه انا بقى اخته الصغيره اكاري ممكن ازوركم وارمي السلام عليكم، فبتقول لها المسخره مينا وايه سبب الزياره بقى؟ فبتتحرج اكاري وبتقول لها لا خلاص مفيش حاجه، وبتقفل السكه وبيرجع تاكل البيت وبيشوف مين عند الموبايل، فبيقول لها في حاجه ولا ايه؟ فبتقول له لا مفيش مش كده يا فنانه ضغطه برضه مش كيس جوافه يعني، وبعد كده بتتصل اكاري بتاكو وبتقول له انا جايه النهارده، فبيقول لها اشمعنى فجاه كده يعني؟ فبتتعصب وبتقول له ليك عين تتكلم كمان يلا، فبيقول لها ها انا عملت حاجه ولا ايه؟ فبتقول له اكتم ياض وبتقفل السكه، فبيقول هي مالها غضبانه عليا ليه دي؟ واول ما بيرجع تاكل البيت بيقول لمينا في ضيف جاي النهارده، هو بيفتح الدولاب وبيقول لها استخبي هنا لحد ما يمشي، فبتقول
فبتوافق، وده طبعا لانه مش معرف اخته بوجود مينا، بغض النظر يعني انها عرفت. المهم بعد كده بتصعب مينا عليه وبيطلعها وبيقول لها اختي هي اللي جايه بصراحه وعايزك تقابليها. فبتقول له ماله، اخت جوزي تبقى اختي، بس اتعامل معاها ازاي بقى؟ فبيقول لها بصي قولي اللي يجي في بالك وعلى الله بقى. وبعد شويه بتيجي اكاري وهي متعصبه وبتزعق لتاكو وبتقول له انت متجوز عرف من ورانا يالا. فبيتصدم وبيقول لها انت عرفت منين؟ فبتقول له ما تغيرش الموضوع ياض يا فاسك انت. وبتيجي مينا هي كمان فبتشوفها اكاري وبتاخد صدمه تانية وبتقول لتاكو انت متجوز روبوت مش واحده بجد ياض؟ فبيقول لها ايوه وبحبها جدا كمان. فبتتكسف اكاري وبتطلع تجري لسبب ما وبتقعد بره مع نفسها تقول انسان متجوز روبوت؟ الله على المتعه والاثاره يا جدعان، ده ايه العيله اللي كلها مجانين دي يا صديقي الصدوق. وبعد ما بتهدى المجنونه دي بترجع البيت تتكلم مع تاكو وبتقول له طالما بتحبها مش مهم بقى روبوت ولا بشريه. بس فجاه بتتجنن تاني وبتقول لمينا لو عايزه تاكو لازم تهزم اخته الاول. فبتقول المسخره مينا وماله استنى افعل وضع القتال. فبيقول لها تاكو لا استهدي بالله وانت يا اغبى خلق الله بلاش تعبيرات مجازيه دي روبوت. فبتقول اكاري لمينا ممكن اتعرف عليك اكتر؟ فبتوافق. فبتقول اكاري لتاكو طير انت بقى من هنا يلا عايزين نتكلم كلام بنات. وبعد كده بتسال مينا انت بتحب تاكو؟ فبتقول لها انا معرفش يعني ايه حب. فبتقول لها اكاري يعني لو انا طلبت منك تتجوزيني هتوافقي؟ فبتخربها مينا وبتقول لها لو انت سيدتي هوافق طبعا. فبتقول لها اكاري مش كده يا حاجه، يعني مثلا لو انا وتاكو عايزين نتجوزك هتختاري مين؟ فبتقول لها تاكو طبعا. فبتفرح اكاري وبتقول علشان بتحبيه مش كده؟ فبتقول لها المسخره دي لا علشان عارفه بيانات عنه اكتر منك. فبتحبط اكاري على طول وبتقول طيب تخيلي معايا ان تاكو واقف على سكه قطر وفي عربيه جايه تخبطه وانت معاكي مفتاح تغيير السكه بس في راجل عجوز في السكه التانيه، هتختاري تاكو حبيبك يموت ولا الراجل العجوز؟ فبتقول لها المسخره دي تاكو بيمشي على الرصيف اصلا فمستحيل عربيه تخبطه. ما شاء الله الفنانه مختمه فن الرد. والبت اكاري يا عيني مش عارفه تدخل لثغراتها خالص. وبعد كده بتعرف منها اكاري انها مبسوطه عشان تاكو اشتراها وبتوريها الخاتم اللي هو جابه لها بمناسبه جوازهم. فبتتصدم اكاري بس بتفرح في نفس الوقت وبتقول لمينا في اي حاجه نفسك فيها اجيبها لك؟ فبتقول لها عايزه مجموعه خيارات ديلوكس وسعرها 7 مليون ونص ين. فبتقول لها اكاري لا مش للدرجه دي انا مفلسه خالص. فبتقول لها طب عايزه كارت ميموري؟ فبتقول لها اكاري سهله دي انا معايا واحد اصلا وبتديه لها. فبتشكرها مينا جدا وبتحط الكارت الميموري جواها وبعد شويه بتطلعه وبتقول لها انا عملت نسخ للبيانات بتاعتي ممكن تحتفظي بيها من اجلي؟ فبتوافق اكاري وبتاخد كارت الميموري منها. وبعد كده بتمشي اكاري فبيرجع تاكل البيت وبيسال مينا اتكلمتوا في ايه بقى؟ فبتقول له كلام البنات سر يا روح خالتك. فبيقول لها خالصه يا معلمه. وبيقعد تاكو ياكل وجبه جديده مينا عملتها له بتوجيه من كاري وبتعجبه جدا وبتوصل رساله لمينا. فبيقول لها تاكو مين ده؟ فبتقول له اختك اكاري احنا اخدنا ارقام بعض عشان تديني نصايح وكده. وبتقول له انت عيد ميلادك 21 مايو مش كده؟ فبيقول لها ايوه انت بقى عيد ميلادك امتى؟ فبتقول له ماليش عيد ميلاد بس تم تصنيعه يوم 12 ديسمبر. فبيقول لها بس يبقى نعتمد اليوم ده عيد ميلادك. وتاني يوم لما بيرجع تاكو من الشغل بياخد صدمه سوبر لوكس بقى، بيشوف مينا لابسه مرياله بينك كده وعامله تسريحه جديده. فبيقول لها ايه الجمال والكريستال ده يا بت؟ فبتقول له عجبتك؟ فبيقول لها عجبتني جدا كمان. فبتقول له اكاري هي اللي اشترت لي المرياله دي وهدوم تانية كتير علشان تناسب ذوقك. وبعد كده بيتصل تاكو باكاري وبيقول لها هرد لك فلوس الهدوم دي. فبتقول له لا مش عايزه دي هديه مني ليكو. فبيشكرها تاكو جدا. وبالليل بتلبس مينا بيجامه من اللي جابتهم اكاري ليها وبتنام جنب تاكو في السرير. فكالعاده الواد ده بيكون مبسوط وبيقول لها ممكن نحضن بعض؟ ايه ده التلزيق اللي انت فيه ده يالا؟ فبتقول له تمام بس المضحك ان اول ما بتحضنه بتمسكه جامد بدراعها الحديديه فبيتألم الواد جدا. وبيقول لها مش كده الله يخرب بيتك بقول لك احضنيني مش اقتليني. تستاهل يالا عشان تبقى تكراش على حته حديده قوي. وتاني يوم بتاخد المسخره اكاري الاتنين دول للشاطئ وبتقول هو ده المكان التمام عشان الزوجين يقربوا من بعض ويقضوها. الفنانه ماشيه بمبدأ يا بخت من وفى راسين في الحلال. وبتاخد اكاري مينا عشان يلبسوا زي السباحه. وفجاه بتحصل حاجه صادمه جدا، بيكون تاكو قاعد مستني وبتيجي بنت بتجري صوتها شبه صوت مينا بالظبط. فبيعتقد انها هي وبيروح ينادي عليها بس بيتصدم لما بيلاقي جسمها بشري مش روبوت وتعابيرها بشريه برضه. وهي بتتصدم وبتقول له انت قلت مينا؟ فبيقول لها اه فكرتك مراتي. فبتقول له لا انا روبوت اعمال منزليه اسمه سوبر مينا. انت اشتريت روبوت من سلسله مينا؟ فبيقول لها ايوه بس قصيره كده وروبوت في نفسها. فبتقول له اه دي نسخه محدوده رخيصه من السلسله. ده انت طلعت كحيان بقى يا تاكو. وبتطلب منه تقابل مينا عشان تعرف شكلها عامل ازاي. فبيقول لها تاكو ماشي بس انت مش كنت بتجري تدوري على حد؟ فبتقول له صح فكرتني انا بدور على سيدي عشان غفلت عنه اللحظه وضليت طريقي. فبيقول لها خلاص تعالي ندور عليه. وبعد كده تقابل مينا فبتوافق. وعلى الجانب الاخر بتيجي اكاري ومينا بلبس السباحه بس مش بيلاقوا تاكو. وبتلاحظ مينا ان في طفل كده قاعد حزين لوحده فبتروح له فبتنادي عليها اكاري باسمها. والمفاجاه ان الطفل ده بيتصدم وبيقول مينا يعني الطفل ده هو سيد سوبر مينا؟ فبتقول له مينا ايوه عايز ايه؟ فبيقول لها لا
مش انت مينا بتاعتي، انت قصيره وقزعه ووشك زي الصنم. فبتتعصب اكاري وكانت هترنه علقه لولا ان مينا منعتها، وبتقول له عايز مينا طويله وتعابيرها زي البشر، انت قصدك سوبر مينا؟ فبيقول لها ايوه هي دي، بس تاهت ومش لاقيها خالص. فبتقول له مينا انا هساعدك تلاقيها. فبيتصدم وبيفرح جدا، وبتكون خطه مينا التواصل مع سوبر مينا عبر اللاسلكي علشان سلسله مينا كلها يقدروا يعملوا كده في نفس نطاق محدد. فهتفضل ماشيه في الشاطئ لحد ما تلقط اشاره سوبر مينا وتكلمها، بس سوبر مينا بتكون قاعده بعيد هي وتاكو ولا في دماغهم خالص، فمش بتقدر مينا تتواصل معاها خالص. فبيقرر الطفل ده واللي اسمه ريتو يروح مركز الابلاغ عن الاطفال المفقودين ويطلق نداء على سوبر مينا يمكن تسمعه. بس بعد دقايق بتلمح سوبر مينا ريتو واقف بعيد، فبتقول اخيرا لقيتك يا سيدي، وبتنط في البحر عشان تعوم وتروح له. وتاكو بينط وراه هو كمان وبيلاقيها بتجري في الميه مش بتعوم. فبيتصدم الواد وبيقول انا تقلت في الاكل ولا ايه. وبتظهر سوبر مينا من البحر اخيرا وبتحضن ريتو، فبيتاثر الولد جدا. وبعد كده بيجي تاكو يتعرف على ريتو. اما مينا وسوبر مينا واقفين يتكلموا مع بعض، اتنين روبوتات بقى ملناش دعوه بيهم صديق الصدوق. وبعد كده بيلعب كل الموجودين مع بعض وبيتغدوا وبيقضوا وقت ممتع جدا. وبتقول اكاري لتاكو صورنا يد مع بعض. فبيمسك الكاميرا عشان يصور، بس بيلاقي كارت الميموري مليان. فبيشوف في ايه وبيلاقي صوره، فبيتصدم وبيقول صوري بتعمل ايه هنا. فبتفتكر اكاري ان ده كارت الميموري اللي مينا نسخت بياناتها فيه، وبتروح جري تاخده من تاكو وبتقول له انت اخويا حبيبي فمحتفظه بصورك بقى، احرجتنا والله باخلاقك يا فنانه. وبعد كده بيجي شخص يصورهم بالموبايل كلهم مع بعض صوره رايقه، وبيرجع تاكل بيته وهو مرهق فبينام على الارض. فبتقوم مينا مغطياه ونايمه في حضنه البت الملزقه دي شكلها كده هتفاجئنا وتعلي على سوبر مينا. وتاني يوم بيصحى تاكو وهو عنده حمى، فبتخليه مينا يرتاح وبتعمل له عصيده رز ياكلها علشان يرم عظمه كده بدل ما هو عيل خيخه. وبيتفرجوا الاتنين على برنامج في التلفزيون، وبيسال المذيع راجل عجوز معدي ال 100 سنه ما شاء الله عليه، وبيقول له سر صحتك ايه. وتخيل صديق الصدوق هيقول له ممارسه الرياضه ولا تناول اعشاب طبيعيه مثلا. لا ازاي، ده حاجات العيال التوتو اللي زينا. الحاج بيقول له مراتي كل يوم بتصحيني بواحد تنفس صناعي كده. لا بجد اما قصه عبره صحيح يا راجل يا ملزق انت كمان. وبتبص مينا لتاكو بعد ما بتسمع الكلام ده، فبيقول لها في حاجه، فبتقول له لا مفيش. وتاني يوم بتحصل حاجه مسخره جدا. تاكو بيصحى من النوم دماغه بتوجعه وقرطه فيها ورم، وبتكون مينا جنبه فبتقول له صباح الخير. فبيقول في نفسه هي ضربتني بالبوكس وانا نايم ولا ايه البت دي. طبعا بعيدا عن الضحك ده هي عملت له تنفس صناعي، بس الفنانه عنيفه شويه زي ما احنا عارفين يعني. وبيكون تاكو مفكر انها زعلانه منه، فبيستغل الفرصه وبيقول لها اديني واحده تنفس صناعي على خدي علشان ابقى كويس. فبتقول له تمام، وبتقوم رازعه له واحده، بس المسخره بيطير حرفيا من قوتها ودماغه بتترزع في الحيطه. فبتقول له ها حاسس انك احسن؟ فبيقول لها يا حبيبتي ده انا روحي كانها بترفرف كده. طب اجهز بقى يا فنان علشان هتسمع 3 اسئله دلوقتي. وبيفهم تاكو ان الصبح دماغه كانت ورمه بسبب التنفس الصناعي. فبيقول لها والله تسلم على مشاعرك دي، بس انا بقى على حياتي يما بالراحه شويه مش كده. فبتقول له بالراحه يعني نصطدم ببعضنا بمقدار قد ايه؟ فبيقول لها نصطدم ايه منك لله، احنا بنلعب مصارعه انا هفهمك ازاي. وبيقوم الواد الفاسق ده رازعها هو التنفس الصناعي، وبيقعدوا يرغوا مع بعض شويه في كلام الحب والشغل الملزق ده لحد ما بيقطعهم جرس الباب. فبيفتحوا وبتكون سوبر مينا جايه تزورهم، وبيسالها تاكو جال النهارده. فبتقول له عشان اديك هديه بمناسبه لقائنا في الشاطئ، وبتكون الهديه عباره عن كتالوج خاص لسلسله مينا. فبيقول تاكو انا برفضه لان مش ناوي اشتري مينا جديده. فبتقول له مش لازم تشتري يا عم، شوف النص التاني هتلاقي تحديثات وقطع غيار متطوره هتخلي مينا احسن بكتير. فبيبص تاكو عليها وبينبهر جدا لان في حاجات جامده قوي لدرجه ان في قطع سيليكون هتخلي جسم مينا بشري زي سوبر مينا كده، بس برضه بيرفض لان الكتالوج ده سعره غالي جدا. فبتقول له سوبر مينا ده هديه من عيله ريتو وهم اصلا اغنياء، فبالنسبه ليهم شويه فكه. بس بيرفض تاكو برضه وبيقول مهما حصل مش هقبل بده. لكن مينا المسخره بتعمل حاجه بتصدمه وبتصدمني انا شخصيا، بتقطع الكتالوج نصين وبتاخد النص التاني المهم ده. وبتقول لتاكو انا زوجه يعني وفقا للقانون ليا نص الممتلكات، خد النص الاول بتاعك اهو اقبله او لا انت حر بقى. يخرب بيت عقلك يا بت بنت اللذينه يا روبوت انت. والواد تاكو بعد القلم السوع ده بيسكت خالص، وبتفرح سوبر مينا وبتقول لمينا وربنا انت تكون يا بت. ولما بتمشي سوبر مينا بيقول تاكو لمينا فكري قبل ما تشتري حاجه من الكتالوج. فبتقول له انت لسه فاكر؟ انا فكرت واشتريت اصلا. سرعه الاداء برضه عندها ايه في السما صديق الصدوق. وبيسالها انت اشتريت ايه؟ فبتقول له خليها مفاجاه. وبعد كده بتقول له الشركه المصنعه ردت عليا وهيجوا ياخدوني كمان اسبوع، والتحديثات وتركيب قطع الغيار هيستغرقوا اسبوعين وبعدها هرجع. فبيقول لها تمام، بس بيكون متضايق من جواه. وبعد كده بيفضل تاكو يصور مينا صور وفيديوهات كتير. فبتساله ليه بتعمل كده؟ فبيقول لها عشان اونس نفسي في غيابك وعشان كمان احتفظ بشويه ذكريات ليكي قبل التطويرات. فبتقول له انت دقه كاميرا موبايلك قد ايه؟ فبيقول لها 12 ميجا بكسل بحالهم. فبتقول له يا عم ده انا عين الواحده دقتها تقريبا 14 ميجا بكسل. فبيقول لها وربنا عرفت انك جامده خلاص، بس قولي لي بقى هصورك بعينك ازاي؟ فبتتكلم مع سوبر مينا عبر
عبر اللاسلكي وبتدخل اوضتها، واول ما بترجع بتكون معاها مرايه وبتتصور هي وتاكو وهم باصين ليها، وبتقول انا هستخدم قدراتي واقلب الصوره واطبعها عشان تبقى معاك. فبينبهر جدا من قدراتها الخارقه دي. وبنشوف اتنين من الشركه المصنعه المينا بيجوا اخيرا، وهم ايدا مسؤوله السلامه ودي بشريه عادي، والروبوت سينجو. وبتشرح ايدا لتاكو كل حاجه هتتم في عمليه التطويرات بتاعت مينا. فبيقول لها انا عندي سؤال، مينا عملت لي قبل كده عجه وكتبت عليها من نفسها بالكاتشب انا بحبك يا تاكو، ده معناه ايه؟ فبتقول سينجو ممكن تكون شافت صوره للوصف ده على النت بالشكل ده، بس فكره انها تكتب اسمك مخصوص دي غريبه، انا هفحصها عشان اتاكد من برمجتها. وبتقول ايدا لتاكو لو طلع في خطا في برمجتها هنضطر نعمل لها اعاده ضبط مصنع. فبيتصدم جدا وبيقول لها يعني هتتمسح كل ذكرياتها؟ لا مش هينفع. وبتكون سينجو قاعده تفحص مينا وكل حاجه بتطلع سليمه، لكن بتيجي عند حاجه معينه وفجاه بتوقفها مينا. فبيتصدم تاكو وبيقول لي ايه ده وهو متعصب كده، قولي لها توقف الفحص فورا. فبتمسكه سينجو من هدومه وبتقول له ما تزعقش لزميلتي يالا. بس بعد كده بتعتذر ايدا لتاكو وبتقول له معلش هي عنيفه شويه الفنانه. وبتقول لسينجو ادخلي في وضع السكون يلي منك لله. فبتسمع الكلام وبيسال تاكو هي من سلسله مينا برضه؟ فبتقول له ايه ده ايوه بس هي جديده فلسه مش مستقره وبتصبح عدوانيه جدا علشان كده هجمت عليك. وبعد كده بتعرفوا ان الفحوصات اللي هتتم على مينا في الشركه مربوطه بالسلامه، فلو وجدوا ان في خطر عليها مش هيقوموا بالتطورات دي. فبيوافق تاكو وبتساله انت متاكد انك مش عايز تعرف نوع التطورات؟ فبيقول لها ايوه مينا قالت لي انها مفاجاه فانا ماشي على هواها. وبتعرف مينا تاكل الوجبات اللي في التلاجة علشان ياكل منها وكده يعني في غيابها. فبيقول لها تمام وبيشكرها على اهتمامها بيه وبيديها واحده تنفس صناعي كده كوداع. فبتردها المسخره دي بنطحه بتجيب اجله. وبعد كده بتمشي مينا مع ايدا وسينجو علشان يروحوا للشركه المصنعه. وبتمر 3 ايام على رحيل مينا، فبيحس تاكو بالوحده وبينتكس زي الاول، يعني بيقعد ياكل اندومي وشيبس ويشرب نيله. بس فجاه بيرن جرس الباب وبيقول عامل التوصيل الطلب الخاص بتاعك وصل. فبياخده تاكو وبيستغرب لانه ما طلبش حاجه. واول ما بيفتح الكرتونه بيلاقي جهاز آلي كده من شركه تصنيع مينا، وطبعا بيتصدم جدا وبيقول ايه ده كمان، بس بيلاقي معاه رساله وبتكون من مينا وبتقول له ده روبوت صغير كده بعتهولك مخصوص عشان يعوض غيابي، انا ربطت نفسي بيه عشان اعرف اتحكم فيه من هنا، وصله بالنت وهو هيشتغل. وبتعرفه خطوه بخطوه ازاي يشغله ويوصله بالنت. فبيمشي تاكو على الخطوات بتاعتها وبالفعل بيشتغل الروبوت وبيتكلم بصوتها، وعلى طول بتشوف الاندومي والحاجات دي. فبتقول لتاكو ده ايه ده يا روح خالتك انت بتستغل غيابي؟ فبيقول لها انا اسف وربنا كانت نزوه مش اكتر. وبتقعد مينا تفحص التلاجة وتدي الواد تاكو كلمتين في وشه وبتقول له الروبوت ده مش زيي هيقدر يقوم بالمهام زي الطبخ وكده، بس في كل المستشعرات والبيانات فهقدر اوجهك بيه. وبالفعل بنشوف تاكو بقى يشتري هو مكونات الاكل وبتقف مينا جنبه توجهه ازاي يستخدمها ويطبخ بشكل صحيح. وبتمر الايام على الحال ده لحد ما في يوم بيتكلم الروبوت بصوته هو مش مينا. فبيستغرب تاكو وبيقول هو في عطل ولا ايه، بس طلع حصل كده لان مينا فكت ربطها بيه علشان رجعت للبيت شخصيا بعد غياب. فبيتصدم تاكو وبيقول لها مش المفروض كنت ترجعي بكره؟ فبتقول له قلت لك اليوم الغلط علشان اعملها لك مفاجاه. فبيقول في نفسه لا ملعوبه يا بت يا بنت اللذينه. وبيقوم يبص على جسمها كده وما بيلاقيش اي تغيير. فبيسالها عن ده فبتقول له انا حدثت وظبطت الاجزاء الداخليه جوايا علشان احسن ادائي. فبيفرح تاكو وبيقول لها وحشتني يا بت قلبي، ولسه هيتلزقوا في بعض. لكن بتيجي سينجو وبتقول لهم السلام عليكم. باظت اللحظه الرومانسيه الملزقه المريبه دي صديق الصدوق. وبتدي ايدا لتاكو دليل فيه كل المميزات الجديده اللي بقت عند مينا. وبتسال مينا ليه الروبوت ده لسه شغال مع اني فكيت ربط بيه. فبتفحصه سينجو وبتقول غريبه دي الروبوت طور نظام تفعيل خاص بيه مشابه للنظام بتاعك تقريبا كده في الفتره دي اتعلم منك ومن تاكو وبقى ليه شخصيه مستقله. فبيتصدم تاكو وبيقول يعني اتولد بواسطتنا. وبتقترح سينجو يعملوا ليه اعاده ضبط مصنع، لكن بيتعصب تاكو وبيقول لا انا هسيبه كده وهربيك ابن ليا. الفنان خرج عن السيطره خالص حرفيا صديقي الصدوق. لا وبيفضل كمان يفكر في اسم عشان ينادي بيه على الروبوت، بس بيلاحظ ان مينا بقت اطول منه. فبيتصدم جدا وبيقول ده ايه ده؟ فبتقول له دي احد التطورات وهو نظام توسيع بيخلينا اطول زي البشر. فبيكون تاكو مبهور جدا من شكلها وهي طويله كده. وبيقرروا الاثنين يختاروا سوا اسم للروبوت وهو مامورو. وبتفضل مينا تعلم مامورو كل حاجه زي الام ما بتعلم طفلها بالظبط. وطبعا ده لان مامورو مش روبوت ذكي اساسا، يعني مثلا بتقول له ازاي يسجل درجه حراره تاكو ويراقبها بشكل يومي في ورقه التقويم. وبتعرفوا احساس البروده والحراره عامل ازاي اصلا ومعنى كلمه تبريد وحرق وكل الحاجات البديهيه دي. واول ما بيرجع تاكو من الشغل بيروح مامور يقيس درجه حرارته على طول. وبتقعد مينا تفهمه انها بتعلم مامور عشان يبقى روبوت ذكي ليه لازمه، لانها اصلا كانت مش مقتنعه بيه وعايزه تعمل له اعاده ضبط مصنع لولا طبعا رفض تاكو للامر. وبيقول تاكو الواد مامور جامد كده كده حتى لو ملوش لازمه. فبتبص له مينا نظره غضب وشكلها كده بدات تغير عليه. وبالفعل نار الغيره بتولع فيها مع انها روبوت برضه. وبالليل لما بتكون نايمه جنب تاكو
بيجي مامور ينام بينهم زي الاطفال، فبتقوم البت ماسكاه رميه بعيد عنهم، بس بيرجع مامور برضه ينام فوق راس تاكو. فبيصحى وبيقول هو في ايه؟ فبيقول له مامور بصوت كركر هنام معاكو. فبتقول له مينا لا مفيش نوم، انا عايز احضن حبيبي تاكو. فبيقول لها تاكو خلاص ينام جنبي واحضنيني عادي برضه، وبالفعل بيعملوا كده. بس اول ما تاكو بينام بتقوم البت دي زقه مامور بعيد برضه، وتاني يوم بياكل تاكو. فبيقول مامور انت بتعمل ايه؟ فبتقول له مينا بياكل علشان هو بشري ولازم يستمد الطاقه من الاكل. فبيقول المسخره مامور هاكل معاكو، وبيدب راسه جوه طبق الفول. وبعد كده بيقول تاكل مينا انت مش بتعرفي تكنسي؟ فبتقول له بعرف بس انا مركزه على الطبخ اكتر. فبيقول لها خلاص مش مهم بلاش تكنسي. فبتحس بالغيره برضه وبتروح تاخد منه المكنسه، وبتقول وربنا ما حد كنس غيري. وبيستغل تاكل الفرصه وبياخد مامور وبيروحوا للمكتبه، وبيفضل يقرا له قصه كده زي الاب ما بيعمل مع ابنه بالظبط. فبيقول مامور ايه القصه التعبانه دي؟ فبيقول له دي قصه خياليه زي الافلام كده. فبيقول له مامور يعني ايه افلام؟ فبيقرر تاكو ياخده للسينما يتفرجوا على فيلم، بس العامله بتمنعه قبل ما يعرف تصنيفه ايه، لان في بعض الروبوتات مش مسموح لهم بالدخول. فبياخد تاكو مامور وبيروح لمركز الروبوتات الصحي علشان يفحصه ويعرف تصنيفه. وبيقابل هناك الروبوت دم اللي بتجري الاختبارات، وبتسال مامور كذا سؤال متنوع، منهم اسئله غير اخلاقيه زي السؤال الشهير بتاع هتخلي عربيه القطر تدوس تاكو ولا تضغط على مفتاح تغيير السكه وتدوس اطفال بريئه. وفي نهايه الاختبار بتعرف ديما تاكو نتيجه مامور، وبتقول له ده روبوت هايل عنده ذكاء كبير جدا وبيتعلم بسرعه. فبيعرفها تاكو ان اتولد بواسطه مينا وهو كمان برضه. فبتتصدم البت جدا وبتقول له دي حاله نادره اول مره اسمع عنها. وبعد كده بيروح تاكل السينما وبيقول للعامله طلع من التصنيف الاول. فبتقول له تمام كده مسموح له انه يدخل كطفل وانت معاه. وبيدخلوا يتفرجوا على الفيلم وبيستمتعوا، ولما بيرجعوا بيلاقوا البيت بيلمع حرفيا. فبينبهر تاكو وبيقول لمينا عاش يا بت انت طلعت نينجا بقى. وبتحلم سوبر مينا حلم مفزع كده عن شخص بيعملها وحش. فبتقوم مفزوعه وبتقول مين الشخص ده؟ فبيقول لها روبوت غريب كده مش ممكن يكون الملك بتاعك. فبتقول له لا مش ريتو ده. فبيقول لها ممكن تكون ذكرى واختلطت بالوعي بتاعك فبقت حلم. فبتستغرب وبتقول له ذكرى ازاي؟ وفجاه بتفتكر مينا. فبتروح تقابلها علشان تحكي لها كل حاجه، وبنعرف ان الاتنين كانوا بيشاركوا وعيهم في بعض الاحيان. فممكن تكون بعض ذكريات مينا راحت لسوبر مينا او العكس. وحتى مينا بتكون ذكرياتها مشتته لما بتسالها سوبر مينا عن اسم ملكها. فبيتفقوا الاتنين يبحثوا عن حقيقه اللخبطه في الذكريات دي، وبيقعدوا الاتنين يتعاركوا على تاكو. وبتقول سوبر مينا ممكن يطلع جوز انا. فبتقول لها مينا بغضب كده ده جوز انا يا وليه يا صفرة. وبيمسكوا في بعض والواد مامور قاعد يتفرج عليهم، بس اخيرا بيهدوا. وبتطلب مينا من تاكو ياخد مامور ويرجع البيت لانها هتقعد تقارن بين ذكرياتها هي وسوبر مينا على رواقه. وبعد كده بترجع مينا البيت وبتقول لتاكو لم نفسك ياض عشان ممكن اقطعك نصين واعمل بكل نص رغيف حواوشي. فبيقول لها وربنا ما بحب حد غيرك حتى احضنك اهو. فبيقول له مامور بالراحه ياض لحسن تكسرها. فبتقول له مينا لا يا حبيبي ما تقلقش ده اخره يكسر كوبايه. وبترجع الفنانه الوضع الرومانسيه من جديد وبتقول لتاكو انت سعيد انك اشتريتني؟ فبيقول لها سعيد بس ده انا اسعد انسان في الدنيا. فبتقول له لا تاخد اعفاء من نكد لمده اسبوع يا ولا. وبعد كده بتتصل سوبر مينا بتاكو علشان يقابلها. فبيروح لها وبيسالها في ايه. فبتقول انا افتكرت الذكرى كويس دي كانت ذكرى لمين عن ملكها السابق قبلك. فبيتصدم تاكو وبيقول لها ملك سابق؟ فبتقول له ايوه وكان بيعامل مينا بطريقه وحشه جدا. فبحثت عنه وعرفت شويه معلومات وهي كالتالي اسمه اوتا وعمره 21 سنه وشغال مبرمج. فبيقول لها رحت تقابليه؟ فبتقول له بنبره مذعوره كده لا لانه ملهوش وجود اصلا. فبيتصدم تاكو وبيفضل يفكر وبيقول في نفسه ملك سابق وملهوش وجود وبيظهر في الذكريات العبث ده يا جدعان. بس بعدها بيقول خلاص مش مهم بقى ماضي مراتي اللي فات مات ودلوقتي عندنا مامور كمان. وبتتواصل سوبر مينا مع مينا عبر اللاسلكي وبتقول لها عندي طلب. فبتسالها مينا ايه هو؟ فبتقول لها ممكن ادخل الوعي بتاعك شويه؟ فبتوافق مينا وبتدخل في وضع السكون. وبتكون سوبر مينا عايزه تعمل كده علشان تبحث في ذكريات مينا عن الملك السابق ده. وبالفعل بتوصل لاقدم ذكرى لمينا وبتاخد الصدمه بقى. اوتا بيطلع مبرمج مختص بالروبوتات واشترى مينا من سوبر مينا لانها روبوت بدائي وهو هيقدر يعدل في برمجتها. يعني بالبلد كده مينا الحاليه هي نموذج معدل بواسطه اوتا. بس الصدمه مش بتقف لحد هنا صديقي الصدوق. فبتشوف سوبر مينا في الذكرى الاخيره ان اوتا كبر في السن وجسمه بقى شبه متدمر لان كل اعضائه مستبدله باجزاء معدنيه. فقرر يمسح كل ذكرياته من دماغ مينا وصنع فيها برنامج عشان تبقى قادره على الحب، وقال لها اتمنى انك تلاقي شخص تحبه ويحبك. وبعد كده اختفى من ذكرياتها وبتتصدم سوبر مينا وبتبكي وبتقول وهي متاثره كده البت الحساسه دي مينا قدرت تحتفظ بذكرياتها عنه في اعماق عقلها. وتاني يوم بيفضل الواد مامور يحكي لمينا عن اللي شافه في الفيلم مع تاكو وبيوريها بطاقه الهويه بتاعته اللي مكتوب فيها انه من التصنيف الاول. فبتوري له هي كمان بطاقه هويتها وبتكون من التصنيف الثاني. وبتقول له التصنيف الاول يعني الروبوت يقدر يعمل كذا حاجه بس مع سيده، انما التصنيف الثاني بيسمح للروبوتات يتصرف بشكل مستقل. فبيقول مامور ده انت طلعت جامده بقى وبتقرر تاخده للسوبر ماركت
بس هتخبيه في بطنها، وده لانها مش سيدته فمش مسموح لها بالدخول. وفي السكه بتفضل مينا تعرف مامور قواعد المشي، زي انه يتفادى العربيات ويمشي على الرصيف ويتبع اشارات المرور بشكل دقيق عشان يتجنب الحوادث، وبتفهمه ان اللون الاحمر معناه اقف عشان العربيات بتعدي، واللون الاخضر معناه امشي لان العربيات هتكون واقفه. وبتمشي مينا على الخريطه لحد ما بتوصل للسوبر ماركت وبتجيب الطلبات، بس لما بتيجي ترجع بتلاقي نفسها لسبب ما فقدت الاتصال بالخريطه. فبيقول مامور نهار اسود هنرجع ازاي كده؟ فبتقول له يا عم ما تقلقش الطريق سهل اصلا، بس الفنانه بتطلع بطيخه وبتنسى الطريق فبتبقى تايهه، وبيروحوا الحديقه يقعدوا فيها بقى وخلاص، لان مينا لسبب ما برضه فقدت القدره على الاتصال بتاكو او سوبر مينا. بس فجاه مامور بيشاور على يافطه كده ملزوقه على عمود، فبتقول له مينا صح لقيتها، تاكو بيته في المنطقه رقم 4 واليافطه مكتوب عليها رقم 12، فخلينا نتمشى كده لحد ما نوصل للمنطقه رقم 4. وبالفعل بيقعدوا يتمشوا لحد ما بيوصلوا للبيت. لا ده الواد مامور طلع عبقرينه بقى صغير على كده، وبنعرف من الاخبار ان شبكه الانترنت كانت مقطوعه عن البلد كلها الصبح، وده هو السبب اللي خلى مينا مش قادره تتواصل. وبعد كده بيدخل تاكو ومينا الحمام عشان يستحموا في البانيو، فبيجي المسخره مامور وبيقولها استحمى معاكو، فبتقول له مينا حل عن دماغنا بقى يالا مش كل حاجه كده، وبعدين انت مش مقاوم للميه زيي فمش هينفع. بس تاني يوم بينقلب السحر عليها لان مكبر الصوت بتاعها بيتعطل بسبب الميه، واول ما بيكلمها تاكو بتفضل ترد بغمزه زي كده بيب 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 كده، فاهم انت صديقي الصدوق؟ فبيستغرب وبيقول دي بتتكلم بشبره موريس دي ولا ايه؟ فبتقول له عبر الكتابه الحركه الكتير خلت بعض اجزاء جسمي تضعف فالميه دخلت وبوظت مكبر الصوت بتاعي. فبيقول لها بالكتابه طب باقي الحاجات تمام؟ فبتقول له انت يا غبي انا اللي بايظه مش انت، حتى وهي بايظه بتدشمله يا صديقي. وبيقول تاكو خلينا نعمل نظام صوت جديد، تصفيره واحده يعني نعم او موافقه. فبيقول له مامور هصفر معاكو، فبيقول له يا ابني اتهد بقى انت حافظ الجمله دي وبتقولها في كل حاجه. وبيقول لي مينا تصفيرتين يعني لا او مش موافقه، 3 تصفيرات يعني بتنادى عليا، والحالات الطوارئ افضلي صفري كتير، طب ما تروح تصلحها اسهل يا فنان بدل وجع الدماغ ده. وبالفعل بتقرر مينا تريح دماغها وبتتصل بالدعم الفني علشان يبعتوا لها مكبر صوت، بس للاسف لسه هيوصل خلال كام يوم. وبيروح تاكو الشغل فبيسال مامور مينا هتعمل ايه النهارده، فبتكتب اسمه على ورقه وبتشاور عليه، فبيقول لها نعم، فبتشاور على اسمه وعليه فبيقول لها يما نعم، وبتفضل تعمل كده لحد ما المسخره ده بيفهم ان مكتوب اسمه، فبتقول له بيب يعني صح كده، فبيفرح جدا وبتقول له على اسمها واسم تاكو بالكتابه، وبتكتب اسم كل حاجه على ورقه وبتحطها عليها، يعني مثلا التلاجة والميكرويف وهكذا علشان تعلموا الاسماء. وبعد كده الموضوع بيتطور وبتعلموا الهيرغنا والكتكتانا، ودول صديق الصدوق اللي انا مش عارف انطق اسمهم، يعني ابجديتين يابانيتين ويعتبروا من اصعب الابجديات في العالم. وفي الاخر بتعمل مينا اختبار لمامور وبيجاوب صح فبتمدحه، والواد ده بيفرح وبيرقص بشكل مسخره كده. وبتكون مينا مع مامور لغه خاصه بينهم عشان لما يجي تاكو يكون مامور حلقه الوصل بينها وبينه بدل الكتابه والتصفير. وتاني يوم بتعلم مينا مامور الكانج هي كمان، ودي الابجديه الاخيره. انا محتاج دماغ الواد ده ايام الامتحانات بجد صديقي الصدوق. وبيكونوا الثلاثه بيلعبوا لعبه زي بنك الحظ كده وبيرموا النرد، بس مامور لما بيمسك النرد يرميه بيدشمل اللمبه حرفيا، فبياخدوا تاكو علشان يروحوا يشتروا لمبه جديده. واول ما بيمشوا بيجي فجاه شخص وبيقول هو ده بيت تاكو بقى، وبيرن الجرس لكن محدش بيرد، فبيدخل هو وبيلاقي النور طافي فبيشغل اللمبه بس مش بتشتغل طبعا. وفجاه بيشوف مينا قاعده في وضع السكون فبيترعب وبيرعب الصوت، بس بعد كده بيلاحظ انها روبوت فبيهدى، وبيقول الواد جايب روبوت على شكل واحده حلوه كده اكيد حبيبته هتغير منها لو عرفت. ابغى اقول لك يا حجيجه انها حبيبته اصلا. وبيروح يبص في التلاجة وبيلاقي اكل كتير، فبيقول الواد ده كان دايما بياكل حاجات من بره، ده ايه اللي جراله؟ صح اكيد الروبوت دي هي اللي بتطبخ له، بس انا بقى هطبخ له حاجه احسن منها. وبيمسك المكونات بس فجاه بتيجي مينا المرعبه تقف وراه وبتقول له في حاجه يا حاج، فبيترعب تاني وبيقع في البيضه فبتتفقش في دماغه كمان. الحاج ده من ساعه ما خرج من داره قل مقداره حرفيا. وبتقول له مينا اسفه اني رعبتك يا حاج كوشي، فبيتصدم وبيقول لها انت عارفه اسمي كمان؟ فبتقول له اه ابن اخوك قال لي كل حاجه عنك. وبتقعد بقى ترص كل مواصفاته، عنده 42 سنه واعزب وبيدير حانه. فبيتصدم وبيقول لها وتاكو هيقول لي روبوت كل حاجه زي دي عني ليه؟ فبتديله هيد شوت في نافوخه وبتقول له لان مراته يابا ده اكيد فقد النطق بعد اللي سمعه ده. واول ما بيرجع تاكو بيتصدم وبيقول له بتعمل ايه هنا يا عمي؟ فبيقول له كوشي قلت امس عليك كده، وهو بيعمل له اكله الرز بالعجه اللي هو بيحبها، فبينبهر تاكو من جمالها. وطبعا مينا بتغير، بس بعد كده كوشي بينزل تجريح في تاكو فبيقول له ايه يا ابن العبط ده عايش دور العيله مع روبوت وبتقول انكم متجوزين؟ ده حاجه وحشه جدا، ولو فضلت كده مش هتعرف تلاقي حبيبه بجد. عجن الخواطر حرفيا عنده ايه في السما، بس الواد يستاهل برضه، في حد يحب حته حديده؟ وطبعا تاكو بيتضايق وبيقول له انا مشاعري حقيقيه على فكره وعايز افضل متجوزها الى الابد. صحيح ما تزعلش على الراجل لو مات، لكن ازعل عليه لو خاف فعلا زي الفنان ده. فبيقول له كوشي يا ابني انا بنصحك لمصلحتك انت ابن اخويا، وبيروح يحط ايده على مينا وبيقول له فكر في كلامي كويس. بس مينا بتقوم ماسكه دراعه بكل قوتها وبتقول له علاقتي انا وتاكو
تاكو تخصنا وبس، فبطل تحشر مناخيرك الكبيره دي في حياتنا. فبيقول لها الحاج كوشي خلاص يا ست انا اسف، يكش تولعوا في بعض. وتاني يوم بيقرر تاكو يخلي الموضوع رسمي، فبيقول لمينا تعالي نزور ابويا وامي عشان يتعرفوا عليكي، وبيلبس الحته الكلاسيك وهي بتلبس دريس رايق، وبياخدوا مامور معاهم، وبالفعل بيروحوا البيت اهله، وبيعرف تاكو ابوه وامه بخصوص مينا. فبيقول له الاب انا مش معترض، دي حياتك وده قرارك وانت حر يا ابني. وبتقول الام طالما انت سعيد فده لوحده كفايه بالنسبه لنا يا ابني والله. بس بعد كده بيعجنوا خاطره وبيقولوا له احنا اصلا ما كناش متوقعين انك تتجوز واحده بجد، وبيقعدوا يضحكوا بشكل هستيري زي كده وانا ماسك نفسي علشان بس بسجل صديقي الصدوق. المهم بيحبط الواد تاكو وبيقول في نفسه يعني هي بالنسبه لهم مجرد روبوت وخلاص، بس الصراحه عندهم حق، يعني انا عيل مثير للشفقه وما قدرتش ارتبط ببنت حقيقيه، هي ناقصه جلد ذات كمان يا فنان. هو بيحاول تاكو يحسن صوره مينا في عين امه بس بيفشل لان كل كلمه كانت مدح لامكانياتها كروبوت مش انسان. هو بيقول في نفسه حتى لو ما قدرتش اغير رايهم فيها هفضل معاها لانها الشخص اللي اخترته بارادتي. وبتتكلم الام مع مينا وبتقول لها ايه الدنيا كزوجه لتاكو، فبتقول لها مينا صعبه شويه علشان انا مش مصنوع لغرض الزواج. فبتقول لها والله يا بنت حتى البشر صعب عليهم، بس طالما بتبذلي جهد من اجل العيله كل حاجه هتبقى تمام. فبتقول مينا وانا هبذل كل جهد علشان خاطر تاكو. وبتطبخ مينا اكله الكاري فبتعجب ام وابو تاكو جدا، فما بيصدق بقى وبيقول لهم شفتوا قلت لكم ان مراتي جامده جدا. وبعد كده بيوريهم مامور وبيشرح لهم اللي حصل. فبتقول الام ده كده زي ما يكون بقى ابنكم فعلا، وبتقعد تلعب مع مامور وهي مبسوطه. وبيقول الاب ده الدنيا اتطورت جامد على كده يا جدعان. وبيقعد مامور يضحك بنفس الطريقه بتاعت تاكو وهو طفل صغير، فبيعجب بالاب والام وبيقولوا الله ده كيوت قوي. وبعد كده بتقول الام لتاكو طالما انت حابب مينا كده كزوجه انقل ملكيتها ليا. فبيتصدم وبيقول لها نعم يما. فبتقول له يلا افهم طالما هي مراتك هيبقى وحش جدا تكون انت مالكها علشان كده كانها عبده، لكن لو انا وابوك المالك هيبقى الموضوع عادي. فبيقتنع تاكو بكلامها وبيروحوا يفتحوا مينا في الموضوع، لكن الصادم انها بترفض كده. فبتسالها الام عن السبب، فبتقول مينا انا مبرمجه على انقاذ حياه مالكي من الخطر، يعني لو انت وتاكو في خطر هنقذك تلقائيا وانا مش عايزه تاكو يتاذي. الحب بقى وما يفعل في الروبوتات برضه يا جماعه. وبعد الكلمتين دول بيتاثر تاكو وبيقول انا مش موافق اتخلى عنها مهما حصل. يا ابني اثبت على حاجه بقى وخليك عندك راي يخرب بيت شكلك. المهم بعد الليله دي كلها بيظبطوا اعدادات مينا بحيث يكون تاكو ملك اصلي وامه ملك ثانوي تقدر مينا تروح له لو زعلت من ملكها الاصلي. وبالليل بتيجي اكاري هي كمان علشان المورستان ده يكمل بقى، وبتتصدم لما بتشوف مامور فبيشرح لها تاكو كل حاجه عنه. والتاني يوم بيودع تاكو ومينا مامور العيله الرايقه دي وبيمشوا. وبتقرر الام تشتري روبوت من نفس السلسله بتاعت مامور وبتسميه جون، لكن المسخره دي مش بيعجبها علشان صوته تخين مش كود زي مامور كده، لا سبب مقنع برضه صديق الصدوق. وبعد كده بينتقل تاكو البيت جديد علشان الشقه بتاعته بقت ضيقه هو ومينا ومامور. وفجاه كده بتنادي مينا على تاكو بكلمه يا بيبي وبتفضل تدلعه. فبيتصدم وبيقول لها ده ايه ده هو انا بحلم ولا ايه؟ فبتقول له لا شفت امك بتنادي على ابوك كده. فبحثت وعرفت ان الازواج بيعملوا كده. وبتمر الايام وبتتطور العلاقه بينهم الاتنين اكتر من اي وقت تاني، ومينا كمان مشاعرها بتنمو اخيرا لدرجه ان مامور لما بيجي ينام بينها هي وتاكو مش بتزعل بل وبتحضنه كمان لانه بقى جزء من العيله المريبه الغريبه دي. ولحد النهايه السعيده دي بينتهي الانمي صديق الصدوق. ولو عجبك طبعا ما تنساش تحط لايك للفيديو وتعمل اشتراك للقناه وتفعل كمان الاشعارات عشان توصلك انمياتنا اول ما تنزل. سلام.